البودكاست هذا الكل أم تونسية، بنت اليوم والزمنية، على خاطرك عزيز عليا، وتستاهل الراحة النفسية وتتفرهد وتنسى الجروح بكلام من روح للروح. مساء النور. بودكاست من روح للروح معايا أنا إيمان العبيدي، باش تلقاوه مرتين في الجمعة إن شاء الله، نهار الثلاث ونهار الجمعة كل مساء. علاش؟ باش نفكرك اللي انتي الأولى. بودكاست هذا الكل أم تونسية، على خاطر الأم التونسية شاقية وتعبة ما بين الخدمة ما بين الدار وما بين تربية الصغار والقراية والامتحانات وكل دقيقة ورقيقة تخص الدار. هذاك علاش أنا خممت فيك، على خاطر انتي الأولى. خممت فيك باش ديما نفكرك باش ما تستكثرش على روحك 15 دقيقة في النهار، راهم كافيين باش انتي تكون مرتاحة. 15 دقيقة في النهار راهم ماهمش خسارة فيك. هكا الأوفر ثينكينغ وكا التفكير الزائد، هل أنا أم مثالية؟ هل قمت بواجبي ولا لا؟ خدمتي مريقلة ولا لا؟ غدوة عندي خدمة، غدوة عندي دار، غدوة عندي كذا، غدوة عندي كذا، يخليك تنسى روحك وتتعب وتتقلق. وعلى قد ما تكون انت مرتاحة، على قد ما تعتني براحتك النفسية، على قد ما تكون انت ضاوية الدار تضويها وبالالوان تزهيها زيادة. دونك هذاك علاش البودكاست هذا ليك انت. إهمال العناية الذاتية شنو اللي يوصل اللطف عليك للاكتئاب والأرق والقلق اللي ينجر عليه مشاكل زوجية، مشاكل عائلية، الابتعاد العاطفي على الصغيرات، وينجم زيادة يوصل حتى للعنف. فمهم جدا انك تخمم في راحتك النفسية وتخمم في شوية وقت تود به روحك وتعطيه لروحك. كيف ما يلزمكش تنسى اللي انت عندك الحق في الخطأ، من حقك انك تغلط كما اي بشر. الخطأ راهو نتعلموا منه ونصلحه، مش ما عنديش الحق في الخطأ وتدخل في جلد الذات. لا، انت كأي بشر، او مش خاطرك انت ما عندكش الحق تغلط، لا، انت كأي بشر من حقك تغلط، ومن الخطأ متاعك تتعلم وتصلح. بلاش اخطاء ما نتعلموش. 15 دقيقة تنجم تخصصهم لروحك، للتأمل، للراحة، انك تشرب قهوة وتسمع الموسيقى اللي تحبها ترتاح بالك، ولا تنجم حتى تعمل مارش مع اصحابك، تعمل مارش وحدك تتفرهد وترتاح. وتنجم حتى زيادة تخصص 15 دقيقة في النهار انك تتكى وما تعمل فيهم حتى شيء، وتفضي مخك من كل ما ينجم يعكر مزاجك وإلا يقلقك. على خاطرك انت الأولى. قد ما تتلهي بروحك قد ما تنجم تكون متوازنة، وقد ما تهدي التوازن هذيك لعائلتك. كيفنا احنا في ديارنا قبل ما نوليو امهات كان مزاج الام في الدار هو الاساس. كي تكون الام زاهيه تلقى الدار الكلها تغني وزاهيه، وكي تبدا الام اللطف عليها ربي فضلهم الكل متقلقه، تلقانا احنا متقلقين ولابدين ومستنين في اللحظه اللي تتفرهد فيها امنا. بالضبط احنا نفس الدور الاول. دونك قد ما تتلهي بروحك قد ما تعطي وقت لروحك، قد ما تحب روحك قد ما تنجم تحب وليداتك، وقد ما تنجم توفر التوازن والراحة النفسية لعائلتك. في كل حلقة إن شاء الله باش نتعلموا مع بعضنا تمرين، وإلا نبارتاجي معاكم حاجة تنجم تعاونكم باش تتلهوا برواحكم وباش تعطيوا وقت لرواحكم. ما تستكثروش الوقت على رواحكم، على خاطر انتم مهمين، وعلى خاطر انتم الأولى وانتم الأساس في العائلة. هذه كانت حلقتنا اليوم، إن شاء الله الحلقة الجاية تكون نهار الجمعة. نستنى رايكم، والكلام هذا راهو من القلب للقلب ومن الروح